لو انت مع وجود الكلاب الضاله في مصر تعالى كده، ولو انت ضدها تعالى كده. لكن الحيادي اللي هيفكر معايا بالعقل والمنطق يخليه في النص. والفيديو ده بمناسبه انتشار ازمه الكلاب الضاله في مصر، والفيديو اللي اطلقته سيده امبارح بمناسبه ان هي عرفت ان في كلاب موجوده وبتطعم، وفي عربيه بتجمعها عند بوابه احدى المدن في القاهره الجديده، فراحت بسرعه علشان تستنجد وان هي بحقوق الحيوان وتقول ان ده غلط. لكن السكان بتوع المدينه بيقول لك زمان اول ما كنا موجودين في المدينه دي ولا عمرنا شفنا كلب بيهاجم اطفال ولا كان بيعمل لنا حاجه، لكن اللي بيحصل دلوقتي ان هم بيهاجموا العيال مش عارفه تروح المدارس. طيب نرجع كده بالزمن للثمانينات والتسعينات لما كانت الكلاب موجوده حوالينا وسطينا وكنا اطفال ولا كنا بنخاف منهم ولا بيعملوا لنا حاجه. اتغير سلوكهم، فعلا اتغير سلوكهم، بقوا بيهاجموا الكلاب، لو جه كلب جديد عليهم بيقطعوه، بيفترسوا القطط، وفيروس هانتا على الابواب، والسلسله الغذائيه ابتدت تختل لان هم بياكلوا القطط اللي بتحارب القوارض. فدي حاجه هتبقى فعلا انتشار للاوبئه بشكل وحش جدا في بلدنا. الحاجه الثالثه هم عادوا طالعين نازلين على السلالم ولا كانها بيوتهم، ايوه اعتبروها بيوتهم. فلما السيدات بتروح تاكلهم عند البيوت فهو خلاص اعتبر ده بيته فبيدافع عنه. وهيقولوا هم الاطفال بيهاجموهم ليه؟ انا افتكر وابني صغير 4 سنين رمى فعلا رمله في عيون كلاب. الكلاب مش فاهمه وهو كمان مش فاهم، جريوا عليه عايزين يعضوه، انا كأم جريت عليهم وصرخت فيهم فبعدوا. مجرد ما حسوا ان انا ابتديت اخاف ابتدوا عايزين يهجموا عليا انا كمان، بس ربنا سلمها في اليوم ده. الكلاب ابتدت تبقى مؤذيه، بتفترس فعلا اطفال، كانت اطفال في الصالحيه غير ان هي بتعضهم. راي الدين بيقول لو الكلاب بقت مسار تهديد للبني ادم لا يجوز قتلها، وانا ضد قتل الكلاب على فكره، ومش مع ان احنا نقتلها الا الكلب العقور طبعا. الدوله بتفكر تعمل شلاتر وتفصلهم الاناث عن الذكور في الصحراء الشرقيه والغربيه. وراي برضو استاذ من اساتذه الطب البيطري بيقولوا ان احنا ممكن نوديهم لكليات الطب البيطري عشان يعملوا عليهم ابحاث. لكن ايه السبب في اللي بيحصل ده؟ في ناس فعلا عندها رحمه بالحيوان فبتحب تاكله، لكن لو انت رحيمه بالحيوان افتكري الانسان كرمنا بني ادم، ربنا اللي بيقول كده. فاكلوهم في بيوتكم، ابعدوهم. ربنا خلق الكلاب ان هي كائن بيعيش على اطراف المدينه، فطرته ان هو يصطاد فيدخل بالليل يقعد يدور في المخلفات الزباله وياكل. انتوا غيرتوا فطرته، بتقدموا له الاكل والشرب وهو قاعد في مكانه، فابتدى عايز يصطاد. يصطاد مين غير الاطفال الصغيره؟ هو لسه عنده رهبه بينه وبين الانسان، لكن شويه مع الوقت صدقوني دي كمان هتروح وهيهاجم الكبار والصغيرين. طيب سمعتوا عن بلازما دم الكلاب؟ ده السبب الحقيقي لوجود الكلاب بالشكل الرهيب ده. هم بياكلوهم وعايزين اعداد كبيره جدا تكون موجوده. الكلب البلدي المصري من اجود انواع الكلاب في العالم، بيتحمل بيئه قاسيه جدا والبلازما الدم بتاعته مليانه مضادات للفيروسات. ففي بنك للدم للكلاب في الدول الاجنبيه، فالناس اللي بتركب عربيات فارهه وتروح تاكلهم ومنتشرين جدا بيتواصلوا مع الجمعيات اللي هي في الدول الاجنبيه وبيسحبوا دم الكلاب، وبعد فتره الكلب بيحس بضعف شديد وبيموت. فهو عايز دايما الموضوع ده يكون موجود علشان يكسب دولارات كتيره جدا، وغالبا ده السبب الاكبر لانتشار الكلاب ده. اعدادها كترت، احجامها كبرت. ارجوكم بطلوا تاكلوهم، راعوا الانسان قبل الحيوان. وصدقوني ربنا ما امرش ابدا ان احنا نقتلهم ولا ناذي الناس كمان، رجعهم لفطرتهم. تحياتي ليكم.